بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض النهارده. هو ان احنا بقى ايه، حبينا نعمل تحلية سهلة وبسيطة كده. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني وتنوريني كده وتحطي لي لايك وتحطي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زي كده وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد. يلا بينا نشوف عملنا الجمال والحلاوة دي. تحلية بسيطة وسهلة جدا وما بتاخدش وقت وما بتاخدش اي مجهود ولا اي تكلفة. اول حاجة بقى كده ايه، عملنا شوية بقلاوة كده يستاهلوا بقك بطريقة سهلة ومقرمشة وجميلة جدا، بمية ودقيق وبس. حاجة بسيطة، لا زيت ولا لبن ولا زبادي ولا بيض ولا اي حاجة. كان عندنا شوية شوكولاتة كده قطع من العيد، عملتهم على حمام بخار، حطيتهم في طبق وسخنت مية وحطيت الطبق على المية، ساحوا معانا كده وسالوا، وحطيت عليهم معلقتين زيت وجبتهم بقى ايه ارشهم كده على البقلاوه الجميله ديت. شفت البقلاوه ديت بتبقى في المصيف غاليه جدا. 10 حبايات كده كانوا ب25 جنيه. من سنتين، بقالي سنتين ما رحتش المصيف، كنا بنجيبهم ب25 جنيه وكل واحد ياخد له حبيتين حبيتين. دلوقتي هتعملي الكمية دي كلها بكوباية ونص دقيق بس. سهلة جدا وبسيطة جدا ومقرمشة. عائشة بتاكلها هي بتقول لكم مقرمشة وطعمها تحفة. والمقادير موجودة في كل بيت، مية ودقيق وبس، وطعمها خطير. قومي يلا تشجعي واعمليها لولادك. اول حاجة بقى كده ايه، جبنا كوباية ونص دقيق بالكوباية بتاعتنا دي ونخلناهم كويس، وجبنا طبق فيه معلقة نشا ونص معلقة سكر ورشة ملح ونص كيس خميرة، ما حطناش الكيس كله. ودي كوباية مية دافية. طبعا هنضيف المواد الجافة كلها على الدقيق بتاعنا وهنقلبهم كويس وننزل معاهم الخميرة وهنقلبهم كويس. النشا ليه؟ النشا عشان بيخلي التحلية بتاعتنا مقرمشة بتطلع معاكي مقرمشة وجميلة. هننزل بالخميرة ونقلبها كويس في قلب الدقيق بتاعنا. البقلاوة بتاعتنا بتطلع مقرمشة وجميلة من النشا. لو حابة تكتري كمان النشا عن كده كتري، لو حابة تحطي معلقتين نشا حطي. هنجيب بقى المية بتاعتنا وننزل بيها على الدقيق علشان نعجن. طبعا الكمية ديت ما خدتش كوباية مية واحدة، خدت كوبايتين من نفس الكوباية اللي انا معايرة بها المية والدقيق. يبقى كوباية ونص دقيق على كوبايتين مية على معلقة نشا ونص ومعلقة سكر ورشة ملح. وهنعجن بقى الكمية كلها بالمعلقة الأول، وبعدين بقى ايه، المعلقة مش هتنفع، هننزل بإيدينا علشان نتمكن في العجينة كويس ونلتها ونظبطها زي ما احنا عايزين. هنجيب بقى الكوباية التانية من المية وهننزل بيها على الدقيق بتاعنا. جربيها، سهلة جدا ومش مكلفة وما بتاخدش منك وقت. هتعجنيها وهتسيبيها جنبك نص ساعة على ما تخلصي شغلك، هتلاقيها خمرت وبقت جميلة جدا وسهلة خالص وبسيطة جدا ومش مكلفة. نزلنا بقى بكوباية المية التانية وهنقلب بقى كويس ونلتها كده ونسيبها تخمر. كانت امهاتنا زمان بيعملوا لنا البقلاوه ديت وكنا بنفرح بها جدا. كانت ماما الله يرحمها ويجزاها خير كانت بتعملها لنا على طول في الشتاء. كنا نحبها جدا في الشتاء ونتلم حواليها كده ونقعد هي تطلع وتحط في العسل واحنا ناكل من وراها كده. بقى ايه، لتناها اهي عامله شكل العيش الرح او العيش البيتي، بتبقى زي العجينه بتاعته بالظبط. تفضلي تلتي فيها وتعجني، تلتي فيها وتعجني، وهي نفس عجينه العيش الرح او العيش العيش بيتي، عندنا بنقول عليه العيش البيتي. تلتها كويس وتسيب القوام بتاعها زي ما انت شايفاه كده. لو نشفتيه مش هتعرفي ايه تعمليها، لازم أن تكون بالقوام ده. اهم حاجة في اي مخبوزات او اي حاجة ان انت تلتي الحاجة ديت كويس علشان تطلع معاكي كويسة وناجحة. شوفي انا بوريكي العجينة اهيت عاملة معاكي ازاي.
خلاص سيبناها بقى خمرت، غطينا عليها وسبتها نص ساعة، خمرت معانا وبقت بالجمال ده. هننزل بها ايه في المعلقة كده ونطلع منها ايه الهوا، الفقاقيع اللي فيها ديت هنقلبها تقليبة كويسة علشان نطلع منها الهوا، وعشان نبدأ بقى شغل فيها. طريقتها سهلة جدا ومبتاخدش اي وقت، وسهلة جدا في التقطيع. طبعا التقطيعة مش ظابطة زي ما انا ما بشوفها ان هي بتطلع بصراحة مدورة قوي، بس على قد ما عرفت اعملها عملتها. حطينا الزيت بتاعنا على النار يسخن كده، وجبنا طبق فيه مية ومعلقة الشاي. هنبل بقى ايه المعلقة بتاعتنا في المية، وده العسل بتاعنا، كوباية ونص سكر، عليهم كوباية مية وعصرة ليمونة وكيس فانيليا، وتسيبوهم 5 دقايق يطلعوا معاكي بالشربات الجميل ده. هناخد بقى البقلاوة بتاعتنا ونقطعها. انا كنت على فكرة مطلعه لكم فيديو التقطيع، ليه ما ظهرش بقى؟ خليكم معايا كده لاخر الفيديو، ممكن اكون دمجت غلط، ممكن يطلع معانا دلوقتي ان انا ايه قلبت ده مكان ده وده مكان ده. ده بقى بعد ما قطعناها وطلعت معانا بالجمال والحلاوة ديت. طبعا انا مقطعة تقطيعة كبيرة وتقطيعة صغيرة، بس ما شاء الله عليها كلها طعمها جميل وحلوة وشرب عسل ومقرمشة وجميلة. وخلي ايدك فيها على طول، قلبيها عشان ما تتحرقش منك. طبعا هي اكترها مش بتتقلب، تقلبيها وترجع تتقلب تاني، تقلبيها وترجع تتقلب تاني، لانها مدورة. فخلي ايدك فيها على طول عشان تحاول ان هي تاخد ايه كلها لون مقارب لبعض. كده بقى كان الاحمر معانا، هطلعه وانزله في الشربات بتاعنا الجميل ده علشان يشرب العسل بتاعنا. هنطلع الكمية بتاعتنا كلها كده ونقلبها في قلب العسل، وهنجيب مصفى وننزلها في قلبها. هنحطها في المصفى بتاعتنا ونحط المصفى على طبق عشان العسل اللي ينزل منها يتصفى في الطبق، لانها بتبقى شاربة عسل كتير يا جماعة، وعايزة ايه تتصفى من العسل بتاعها. مقرمشة وطعمها جميل، بوريها لكم اهيت ان هي مقرمشة وناشفة وجميلة جدا، وكان طعمها تحفة. عملنا دور تاني وحاولنا نظبط التقطيعة شوية اكتر من الاول، بس ما شاء الله عليها، جربيها وهتعجبك بإذن الله. ده بقى المقطع اللي انا قلتلك عليه، انا دمجت غلط. انا بقى كان عدال المقطع ده يبقى الاول، كنت بوريكي تقطيعة بتتعمل ازاي. عملنا التقطيعة بايه بشكلين، تقطيعة بالمعلقة مباشر كده زي ما انا بوريكم كده من الحل على طول، وهنعمل تاني تقطيعة تانية دلوقتي هوريها لكم برضو، الاتنين ناجحين وكويسين. بس التقطيعة التانية هي طالعة حلوة احلى من دي. بس انت بقى ايه تحاولي ان انت لما تبظي من ايدك كده العجينة ما تاخديش في المعلقة كتير، علشان لما بتاخدي كتير بتطلع كبيرة جدا زي ما انتوا شفتها في الاول. فانت لما تعملي تضغطي عليها في ايدك، تحاولي ان انت تاخدي منها حاجة بسيطة علشان تطلع معاكي ايه صغيرة. دي كانت احسن في ان هي بتديكي حتة صغيرة على قد اللي في المعلقة بس، انما التانية احلى في اللي انت بتشيلي اهي.
ان انت بتشيلي وبتمسكي، لا ما تبقيش تملي المعلقه زي انا ما مليتها كده، علشان تطلع معاكي مظبوطه. لان هي لما شلت كتير من بالمعلقه من ايدي طلعت البقلاوه كبيره. بس ما شاء الله عليها، اسهل من الاولانيه. الطريقه التانية اسهل من الطريقه الاولانيه. جربي الاتنين واللي تعجبك اعملي بيها. وطلعت معانا بالجمال والحلاوه ديت. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. جربوا البقلاوه بتاعت امي زمان وهتعجبك باذن الله. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.